إذا أراد أهل الأهواء أن يمرروا باطلهم أسقطوا العلماء. ما الذي يحجز أهل الضلال عن أن ينشروا بدعهم؟ أهل العلم. فتريد أن تنشر باطلا، أسقط العلماء. فإذا أسقطت العلماء أسقطت الولاة. وإذا أسقطت العلماء والولاة إلى من يذهب الناس؟ يذهبون إلى دعاة الباطل. العلماء علماء حيض ونفاس، لا يفقهون الواقع، لا يدركون مصائب الأمة، لا ينصحون الأمة. هؤلاء عملاء، هؤلاء فيهم شدة، هؤلاء ما تركوا أحد، هؤلاء خوارج مع الدعاة ومرجئة مع الحكام. يبدأون في إضفاء الألقاب القبيحة على العلماء حتى تنفر هذه القلوب من أهل العلم، ثم يجدونك صيدا سهلا تقع في شباكهم، ويملون عليك بعد ذلك ما أرادوا من الأفكار. إن أرادوك أن تكون تكفيريا كنت تكفيريا، أرادوك أن تكون خارجيا، أرادوا أن يجعلوا الحزام على بطنك مستعد، لأن العلماء الذين يحذرون من مثل هذه الأفعال في نظرك قد سقطوا، فوجدوا نفسك وقلبك سبيلا إلى تحقيق آمالهم وأهدافهم. فهذا الاختلال في الموازين للأسف الشديد ضيع شباب الأمة، فصاروا حطبا للفتن التي أوقدها دعاة الفتن، وابتعد الناس عن العلماء بسبب تشويه صورة العلماء، وصاروا يعطون من الألقاب العظيمة لمن كان هذا شأنه من دعاة الحزبيات ودعاة الخروج، وقالوا الشيخ المجاهد، الشيخ العالم النحرير المحقق، ثم أضافوا عليه أيضا من الأكاذيب، قالوا ويحفظ الكتب التسعة ويحفظ كذا وقرأ كذا وعنده ما ليس عند البخاري من شيوخ العلم. وهل أنت ستبحث وتحقق عن هذه المعلومات أم ستغتر؟ إذن هم جروك بعاطفتك الدينية. لماذا؟ لأنه ليس عندك من المعرفة الشرعية الصحيحة في التمييز. استطاعوا أن يغلبوك لو كان عندك من العلم ومعرفة من هم العلماء وصفات العلماء ومن هم أدعياء العلم وما هو منهج سلف هذه الأمة في التمييز في هذا الباب، لن تقع في شباكهم. لكن غروك بالعبارات وبالألقاب وبالخطب الرنانة، وتجد عندهم من التهييج العاطفي الشيء المؤثر، واستعانوا بمؤثرات خارجية، حتى أن الواحد منهم يأتي بالقصة المكذوبة ثم يضع المؤثرات الصوتية في الخلف حتى يزداد الناس تأثرا بذلك. وللأسف الناس يحبون الدين ويحبون من يتكلم في الدين، لكن هل يميزون من هذا المتكلم؟ جاء رجل إلى ابن سيرين من أهل الضلال يقرأ عليه القرآن، قال لا تقرأ عليه، قال آية، قال ولا نصف آية. قرآن، ماذا سيفعل بالقرآن؟ سيغير الآيات؟ وضع أصبعيه على أذنيه قال ولا نصف آية، ما تقرأ عليها أبدا، ما أسمع منك. الآن كيف الحال التي نحن فيها؟ الاستماع لكل أحد والنظر لكل أحد، لا تعرف هذا من هو ومن علماؤه وماذا درس ومن أثنى عليه وعلى أي سبيل سار وإلى أي فكر ينتمي. لا تبحث عن هذه الأشياء، هذه مصيبة. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.